طبعا انا لو حلفت لكم ان الجبنه الشيدر المدخنه وبأطعمه تجنن دي هي في الاصل حليب اختبرته عن طريق تسخين معلقه منه على النار قبل ما اغليه لقيت تراب او قطع، مش هتصدقوني. وان حتى الشرش اللي طلع من الجبنه استغليته في عمل التوميه السبايسي الرهيبه دي، برضو مش هتصدقوني. وعشان كده بقى يلا بينا. لما يكون عندك كميه حليب وتكتشف انها رابط يعني قطعت كده اثناء التسخين، توعي ترميها. اقطعيه زياده وزودي نسبه المواد الصلبه فيه عن طريق اضافه 4 معالق كبار من الخل الابيض لكل لترين حليب. وبعد كده هتصفيه وتاخدي المواد الصلبة اللي طلعت منه تضربيها مع تلت كوباية زبدة وربع كوباية من شرش اللبن اللي طلع أو من الحليب، وملح حسب الرغبة ولون غذائي وده اختياري. بعد كده هنجيب بولة صغننة فيها معلقة صغيرة مية، هنضيف عليها معلقة صغيرة بيكربونات الصودا وزيها ملح ليمون. ولما الخليط ده يفور كده أضيفهم لخليط الجبنة واضرب ضربة خفيفة لحد ما يمتزجوا مع بعض. اخد بقى الخليط ده وارفعه على نار هاديه جدا مع التقليب المستمر لحد ما يكون سايل بالشكل ده. اقوم جايبه معلقتين كبار نشا متدوبين في 4 معالق كبار من شرش اللبن او الحليب، واقلب المكونات على نفس النار الهاديه لحد ما الزبده تفصل عن الجبنه بالشكل ده كده. استنى الخليط يهدى شويه من السخونيه واضربه في الكبه، وهتتفاجئي بقى بخليط جبنه متجانس وبيمط بالشكل اللي يجنن ده. ولو عايزة درجة مطاطية الجبنة تعلى أكتر ارفعيها تاني على نفس النار الهادية لحد ما توصلي لمطة رهيبة زي دي. ممكن بقى تحطيها في قالب من البلاستيك المعالج أو الإزاز من غير أي إضافات كده عشان تاخدي شرايح الجبنة التشيدر السادة اللي تجنن دي. وممكن أضيف للخليط ده كمون أو فلفل أسود حصى كده مش مطحون. والمرة دي بقى حطيتها في علبة بطاطس، بس والله قديمة جدا عندي، ما تفهمونيش غلط، أنا أم مصرية أصيلة وما برميش علب ولا برطمانات. وبعد ما حطيت الجبنة في التلاجة شوية كان سهل عليا قوي إن أقطع العلبة دي من عليها بالشكل ده. قسمتها بقى نصين، نص غطيته بحبة البركة بالشكل ده، والنص التاني غطيته بالبابريكا المدخنة بالشكل ده هو. وبدأت أقطع، والحقيقة بقى يا جماعة مش عارفة أحدد مين في الطعمين أحلى من مين، ولا حبوب الكمون ونكهتها جوه الجبنة. لا تقولي لي بقى هولندي ولا دنماركي، المصري مفيش أجدع منه. أما بالنسبة لمصل اللبن أو الشرش صديقتي الجميلة، فأنا استغليته في التومية، عشان بدل ما دوب 3 معالق كبار نشا في كوباية مية دوبتهم في كوباية شرش لبن، وده لأنه منجم بروتين وأحماض أمينية. رفعتهم على النار لحد ما بقى عندي حاجة شبه المهلبية، ولما بردوا حطيتهم في الخلاط مع شوية ملح وعصير ليمون ونص كوباية من شرش اللبن كبديل للزبادي، وطبعا حطيت كام فص ثوم، ونزلت عليهم في الاخر بقى بسرسوب رفيع كده من الزيت لحد ما خدت القوام المطلوب او القوام اللي انا عايزاه. ولو عايزاها سبايسي ضيفي شوية بابريكا مدخنة للون وشطة للنكهة، وبس كده. على فكرة بقى وقت الفيديو خلص، لكن أفكاري في استغلال الحليب الرايب أو القاطع والحفاظ على النعمة لسه ما خلصتش، فلو عايزين جزء تاني عرفوني ده في الكومنتات. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك أبحث دائما عن زاوية مختلفة للهروب، فمرة في فنجان قهوة، ومرة في أغنية وفيلم سينمائي قديم، مرات عدة في بهجة الصباح. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم وفرت لكم وخلتكم تمتنوا للنعمة تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة لطيفة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.